وزي ما انتم شايفين يا شباب، الواحد حلقه خلاص وروق الدنيا، كانت دانه تقيله خالص وشعرك كان بايظ، فروقنا الكلام كده وكلمت لكم في الشغلانه بقى في تفاصيلها، من الحلاقه بكام هنا في روسيا، حلقتي بكام، بالنسبه للمرتبات كام، بالنسبه هتحتاج لغه ولا لا، طب هتلاقي الشغل فين وازاي، واول ما توصل المطار، حرفيا كل حاجه بنتكلم فيها في اخر الفيديو. فلو انت مهتم بالموضوع هيفيدك جدا، اسمع الفيديو للاخر. يلا بينا. طبعا ناس كتير هتستغرب وناس كتير هتسالني انا ليه ما صورتش وانا بحلق او احمد بيحلق لي ونتكلم مع بعض كده. والله يا شباب احنا قلنا الفكره كلها ان كان في دوشه، صوت مكن وكده، والشكل ما كانش احسن حاجه، فقلنا نحلق كده ونروق الكلام وبعد كده نكلم لكم، لان الكلام انا عارف انه مهم للناس كتير. في البدايه كده يا احمد، انا عايز بس اسالك، انت مهنه الحلاقه اصلا متعلمها في مصر ولا جيت هنا روسيا اتعلمتها؟ والله مرة أنا متعلمها في مصر، مش هنا خالص يعني. يعني انت اصلا بقالك كام سنه بتشتغل الشغلانه دي؟ يعني حوالي 5 سنين كده. طب انت اصلا جاي روسيا دراسه ولا جاي اصلا شغل ولا جاي الاثنين مع بعض؟ والله أنا جاي دراسة تمام، بس أنا معايا مهنة زي دي يعني كنت حابب أتعلمها، فمارستها هنا وتعلمتها صح تمام. فأنت بتيجي تمارس المهنة اللي اتعلمتها في مصر هنا، فبتبقى حاجة حلوة يعني. ايوه، اللي هو منها دخل ليك كمصاريف او مصاريف الجامعه والدنيا دي كلها. بالظبط كده. انت طبعا عارف ان معظم الناس اللي بتسمعنا اهم حاجه عندها حوار اللغه ده. الناس كتير بتكتب طب انا ازاي هتعامل الكلام ده كله. بالنسبه للغه، هل انت كنت جاي، اللي اعرفه ان انت كنت جاي سنه تحضيريه صح؟ بالظبط. اللي هو ان انت تدرس روسي اصلا. هل كان معاك روسي في مصر او كنت متعلم اي حاجه ولا جيت هنا ما كنتش عارف اي حاجه؟ والله أنا ما كنتش عارف أي حاجة في الروسي، يعني أنا كنت جاي سنة تحضيرية نول روسي. ايوه فاهمك. طب بالنسبه بقى لحوار الشغل، يعني انت ما معكش لغه ولسه جاي البلد اول مره، ازاي لقيت شغل وهل لقيت شغل فعلا ولا لا والدنيا دي؟ والله في الاول خالص يعني كان السكن الجامعي بيبقى معاك طلاب عرب تمام، بتتعرف عليهم، بيعرفوا ان انت حلاق، بتحلق لهم تمام، واصحابهم بقى بيشوفوا الحلقات تمام، بيعجبوا بالحلقه، بينبهروا ازاي في حلاق مصري هنا، في حلاق عربي هنا، طب يلا بينا، طب اديني رقمه، بيجربوك مره، بتعجبهم الحلقه وبتحلق لهم على طول بقى. انا عارف ان موضوع الحلاقه هنا يا جدعان بالنسبه للحلاقين العرب او بالنسبه للحلاقين عامه قليل قوي اللي بيحلقوا كويس ومحترفين، فبنضطر ان احنا مثلا نروح لروسيا او نروح لحد طاجيكي او اوزبكستاني اللي هو يحلق لنا، والناس دي برده مش فاهمه، الروس نفسهم شعرهم مختلف تماما عن شعرنا، فالحوار ده العرب كلهم في اي مدينه في روسيا بيعانوا منه. فلما بنلاقي حلاق مصري مثلا شاطر او حلاق من اي دوله عربيه شاطر ومحترف في الموضوع، حرفيا احنا بنتمسك بيه وبنفضل نحلق عنده، لانه خلاص كانت مشكله بالنسبه لنا كبيره واتحلت في ثواني. هل انت مثلا كنت بتحاول ان انت تعرض شغلك مثلا على الموبايل لحد، كان في ناس طبعا اجانب معاك من كذا دوله من العالم، كنت بتحاول تعرض عليهم الشغل ده بحيث يعرفوك، لان انت عارف انت برضه مش معروف لسه، حاولت مثلا تنزل في جروبات الكلام ده كله؟ والله في الاول خالص استعنت بواحد صديقي هنا كان قديم في المدينه، فقال لي بص انت لو عايز انت شغلك حلو خالص، فانت حرام تشتغل كده في الاوبش بس او في السكن بس، فقال لي انا هوصف لك واحد تمام عربي فاتح صالون في السنتر، اكلمك تروح له على طول بس. فرحت له قلت له تبع الدكتور كذا، فاشتغلت معاه وبدات معاه شغل، بس في الاول بتعاني بقى من حر اللغه. طب معلش سؤال، هل لما انت رحت له ايه الحوار اللي دار ما بينكم؟ هل عرضت عليه شغلك؟ هل قال لك انت بتتكلم ولا لا؟ الكلام ده كله برضه والله في الاول انت بيسالك عن خبرتك كام سنه، بيقول لك معاك صور مثلا لاي حلقه او اي حاجه بتحلق للطلاب، حلقه الروسي قبل كده ولا لا، عشان ده اهم حاجه، لان انت الصالون في السنتر، فانت لازم يسالك هل حلقت الناس روس ولا لا. هو عارف ان انت عربي وبالذات بالاخص مصريين تمام. احنا عندنا يا جماعه في مصر جميع انواع الشعر، فهنا في روسيا مفيش الكلام من ده. 99% من الشعب فروه واحده او شعر واحد بس. ايوه بالنسبه للروس. فطبعا همه، انت عارف ان المعظم العرب بيحلقوا اللي هو بيحب يحلقوا اللي هو في الاوبش مثلا، يكلم واحد يحلق له، وزي ما احنا يعني انت شايفين احنا في سكن الجامعه، فكلمت احمد جه حلق لي وروقنا الكلام زي ما انتم شايفين، او انا اروح له. الموضوع بيمشي كده هنا في روسيا. في موضوع تاني ان انت مثلا تروح تحلق في الصالون زي ما احمد كده، احمد مثلا شغال في صالون، فواحد عربي كلمه طب انا جاي لك عايزين نحلق الدنيا دي كلها، فالراجل اللي كان رايح يشتغل عنده فسال احمد الدنيا حلقت الروس ولا لا، لان معظم اللي بيروحوا يحلقوا في صالونات هم روس يا جدعان. فالراجل برده كان عنده حق. فلما سالك بقى هل انت كنت حالق للروس قبل كده ولا لا؟ والله قلت له ايوه، لان في الاوبش هناك انت معاك روس، وانا في الاول ما كنتش عارف لغه، كتبوا لي على المترجم انت بتحلق كويس، انا عايز الحلقه دي وهوريك صوره دلوقتي، وراني الصوره حلقت له زيها. هو انبهر برضو ان في حلاق اجنبي بيحلق احسن من الروس، فهو انبهر بالحاجه دي. كويس والله ان انت برضو كان معاك شغل فسهل عليك الدنيا. هل بقى بعد ما حوار دار ما بينكم وكده اشتغلت على طول ولا كانت الدنيا معاك ايه؟ والله كان في مكان في الصالون يعني اقصد ان انت تشتغل من حسن حظ ان كان في مكان هناك وهو كان محتاج حد. يعني بص مرزق والله. بالنسبه مثلا ندخل في اهم حاجه وهي الاسعار، عشان برضه انا عارف ان كل الناس
سماعه احنا بنحلق بكام هنا في روسيا يا جدعان، والمرتبات كام؟ طب المرتبات عاليه زي ما احنا سمعنا ولا المرتبات؟ انت عارف يعني انا اعرف ان الحلقات للروس غير المصريين وغير العرب بصفه عامه. هل الحلقه للطالب زي الشخص العادي للروسي مثلا ولا في اختلاف في الاسعار؟ والله انا في الاول في السكن مفيش حاجه اسمها روسي وطالب عربي احنا كلنا طلاب، فكنت براعي مثلا ان احنا كلنا طلاب، فمش بتغلى على قد الطالب الروسي زي الطالب العربي زي كله. ده بالنسبه للاوبشن اللي هو السكن. طب الاسعار كانت بتبدا من كام مثلا؟ يعني شعري مثلا الاسعار يعني كانت بتبدأ إزاي؟ شعر بس بتبدا من 350 ل 500. من 350 روبل ل 500 روبل. مظبوط. طب بالنسبه لشعري مثلا ودقني زي انا مثلا كده؟ لو شعر ودقن بتبدا من 500 ل 700 مثلا. طب تمام. ده بالنسبه للي هو ايه بره الصالون اللي هو في الاوبش والحاجات دي يعني. مظبوط. ندخل بقى في حوار الصالون. انت عارف الموضوع طبعا مختلف، بيبقى فيه ايجار بيدفع، فيه كهرباء، فيه ميه، فيه ديكور، فيه الدنيا دي كلها. هل في فرق جامد في الاسعار ما بين مثلا ان انت تحلق بره لحد وان انت تحلق في الصالون؟ والله بالاخص ان انا الصالون اللي انا كنت شغال فيه في سنتر المدينه هنا، فالسعر غالي شويه يعني للزبون الروسي غير العربي، لان انا اتكلمت مع صاحب المحل اللي هو عربي، فقلت له يعني عايزين نخفض للطلاب العرب، في طلاب عرب هتيجي تحلق هنا بس مش هتنفع تخليها زي الروس. ايوه انا في اسعار مبالغ فيها. انت عارف في حلقات يا جدعان بتوصل ل 2000 روبل، وبالنسبه للروسي وفي الاخر الحلقه ما بتبقاش كويسه اصلا، بيبوظ لك شعر. انا عايز اقول لك ان الحلقه في الصالون عندنا شعر ودقن لاي زبون عادي ب 1800 روبل. ده للروس ولا للطلاب العرب؟ لا للروس. يعني للروس شعر ودقن ب 1800. طب بالنسبه للروس برضه عشان ما انساش، شعري بس بكام؟ ب 1200. 1200 روبل وشعر ودقن ب 1800 بالظبط كده. طب تمام كده عرفنا بالنسبه للروس. طب بالنسبه بقى للعرب في الصالون الدنيا مشيتها مع الراجل ازاي، او الراجل العربي مشيها ازاي؟ والله انا اتكلمت معاه ما عرضش يعني، قال لي ماشي تمام ما فيش اي مشكله تحلق لهم، بس يعني نحاول ما اظلمش نفسي وما اجيش على نفسي يعني. قلت لهم ما فيش اي مشكله، فخلينا مثلا الحلقه الشعر بس 700 وشعر ودان 900 تمام. في اوبش بقى ماسكات هناك وشمع وحاجات كده تانية كتير اوبش تاني. ايوه انا جربت هنا. فده السعر لوحده يعني. بس هو طب يعني لو واحد عايز يجي يروق على نفسه برضه، عشان الناس اللي بتسمعنا وعايزه تعرف التفاصيل، يعني انا عايز اجي مثلا شعر ودقن وشمع وانت عارف بقى تنظيف بشره والكلام ده كله، الباكج كله على بعضه كان عامل كام؟ يعني الباكج على بعضه عامل 1200 روبل. بالنسبه للطلاب العرب اللي هي في الاوبش زي انا وكده، زي ما احمد قال، شعر بس ب 350 روبل، شعر ودقن 750 روبل. انت خلاص حبيت تحلق في صالون بقى وتروق على حالك والكلام ده كله، شعر هناك انت قلت ب 700 روبل صح؟ شعر بس مزبوط. وشعر ودقن ب 900 روبل مظبوط. في باكج اللي احمد قال عليه اللي هو كل حاجه ب 1200 روبل. ده بالنسبه للاسعار، اسعار الحلاقه. طب بالنسبه بقى للمرتبات، يعني انت مثلا بتصفي كام في اليوم؟ الدنيا دي كلها دي اهم نقطه وعايزك توضحها بكل شفافيه ان شاء الله. انت بتعمل كام لو اشتغلت للطلاب العرب بس، او انت لما جيت في الاول كنت قبضك كام؟ وهل بيعلى مع الوقت مثلا لما يكون ليك زباين اكتر؟ هل لما رحت حلقت في الصالون كان الفلوس كانت اكتر ولا الدنيا عامله ازاي؟ والله انا عايز اقول لك في الاول في الاوبش القبض مثلا يبقى 2000 روبل، من 2000 روبل ل 4000 روبل، وممكن في يوم تعمل اكتر من 4000 روبل كمان، لان انت مثلا بتتشهر في الاول، الزبائن عندك بتزيد، الطلاب بتزيد، الروس بيجوا لك، في ناس معانا من جميع انحاء العالم يعتبر يعني، ودول عربيه والسودان والصين، فكل ده انت بتتشهر كله بيعرفك بس، فانت مرتبك بيزيد النهارده مش زي بكره مش زي بعد وهكذا. كل يوم في زباين بتعرفك. يعني في رينج من 2000 ل 4000 يعني. ده في البدايه ولا اللي هو في البدايه لان انت مثلا مش هتحلق اقل من 4 5 في اليوم. طب مثلا لما اتطورت شويه مثلا وبدات تتعرف وتتشهر وكده، برضو ما بين الطلاب العرب ده كله بعيد عن الصالون، وصلت لكام معاك مثلا؟ وصلت ل 4000 مثلا في اليوم. ده من 4 انت كنت قايل من 4 اللي انت طالع يعني، مثلا 4 500 5000 في الرينج ده يعني، على حسب الناس بتجي لك كام واحد في اليوم، وعلى حسب انت الشغل بتاعك كويس، الناس بتزيد عندك قبضك بيزيد. طب ده كده بالنسبه للي هو ايه ان انت تحلق الناس في الاوبشه او تروح لهم او الكلام ده كله. بالنسبه بقى لاهم نقطه اللي هو الصالون، انا واحد حلاق مش حابب ان انا بقى اوجع دماغي بعرب وكده، حابب اشتغل في الصالون في مكاني، الناس تجي لي والدنيا دي كلها. هل مثلا بيبقى ليك نسبه بتأجر مكان وقبضك مثلا بيصفي كام في اليوم في الاول، وبرده لما بيبقى ليك زبون روسي بقى وخلاص وبيحجز والدنيا دي كلها؟ انا هكلمك باختصار في حوار الصالون. في اوبشن عندك، في اوبشن ان انت تأجر كرسي، في اوبشن تشتغل نسبه على حسب ما انت عايز او حسب اتفاقك مع صاحب الصالون. يعني انت اصلا بيتفق معاك في الاول ان انت تختاري منهم؟ بالظبط كده. بعدين بقى انت بتبدا شغل بانتك، مفيش زبون روسي بيجي لك، لان انت الزبون الروسي اللي بيجي لك بيجي على حسب المحل، مش بيجي لك بتاعك انت، لان انت مثلا في السنتر الاوبشن بتاعك بعيد عن السنتر، فانت بتجمع زبون محل مشهور كده كده يعني، فانت بيجي لك زبون جديد بيلاقي حلقتك حلوه هيجي لك كل مره، فانت بتربي زبون كده كده قبضك بيزيد، فانت بتعمل زبون عربي وزبون روسي، كتر بقى معارفك او بتكتر
اكتر زباينك بس. فانت كده مرتبك مثلا في رينج كام في البدايه؟ 4000، مش اقل من 4000، لان انت مثلا لما بتحلق للروسي ب 1800 روبل. مش انت لو حلقت الاثنين 2 3 هتجيب الفلوس دي. ايوه. طب بالنسبه بقى لو انت مثلا خلاص بقى عليك زبون روسي، في نفس الوقت طلاب عرب بتجيلك وبدات تظبط دنيتك في المحل او في الصالون وبقى ليك اسم مثلا في المدينه، اعلى حاجه كام مثلا او في رينج كام؟ لو انت عملت زبون روسي حلو جدا ومع الطلاب دلوقتي انت خلاص الزبون الروسي بيجي لك اكتر من الطلاب. ايوه يعني واحسن في الفلوس برضه بالظبط كده. فانت هتلاقي مرتبك مش اقل من 5 6، ممكن يوصل ل 10000 روبل، لان انت الزبون الروسي بيحب الحد اجنبي يحلق له، فبيعجب بالحلقه، بيطلع يديك كمان، ممكن يديك تيبس فوق الحلقه، يعني بيديك 2000 روبل وهو مبسوط، ويديك مثلا ممكن 1000 تاني. يعني انت بسم الله ما شاء الله عليك يعني في حوار الحلاقه بتظبط الدنيا بالظبط يعني. واحسن حاجه في احمد يا شباب برضو، يعني احنا اتكلمنا في التفاصيل كده برضو. احمد احنا في مدينه يكاترينبرج، احمد بيروح الاوبش، اي اوبش لو انت في اي مكان، المهم بس تعرف تدخله، بيروق الكلام، بيجيب عدته كلها. قبل ما انسى بس عشان لو حد بيسمعني وكده، انت جايب عدتك اصلا من مصر ولا جايبها من هنا؟ لا جايبها من مصر، وفي عده كملتها من هنا لان انا ما قدرتش اجيبها من مصر يعني. ايوه طبعا اي حد يا جدعان بيفكر يجي يحلق يجيب عدته من مصر. احمد زي ما انتم شايفين الحلقه وانتم شفتوا الفيديو في البدايه، احمد مروق الكلام، واحمد مش هيقصر معاكم في اي حاجه، حتى لو ما معكش فلوس هيروق الكلام معاك برضو. يعني بيحلق بص يا جدعان، اول مره زي تاني مره زي تالت مره. انا اعرف في حلاقين اللي هو ايه حلقه حلوه اول مره عشان يربي زبونه بعد، لا احمد والله ما كلامه عشان هو قاعد بيحلق لك اول مره زي تاني مره زي تالت مره، بيراعي ضميره. زي ما انتم شفتوا يا شباب احنا اتكلمنا في كل حاجه، فاعذرونا لو نسينا حاجه مهمه ما اتكلمناش فيها. لو انت مهتم باي حاجه ثانيه ما اتكلمناش فيها في الفيديو، تقدر تسيب كومنت او تتواصل عن طريق الواتساب، بسيب رقمي في الديسكربشن او هتلاقيه في البايو القناه ان شاء الله. بالنسبه لاحمد والتواصل مع احمد ان شاء الله هسيب رقمه هنا في الشاشه وفي الديسكربشن، تقدر تتواصل معاه لو انت من مدينه يكاترينبرج، واحمد هيروق عليك وهو كده كده معروف يعني. فلو حد لسه جاي جديد وبيسمع الفيديو، ان شاء الله احمد موجود في المدينه ومكمل دراسه وكده، فتقدر تتواصل معاه وهو مش هيتاخر عنكم في اي حاجه. بالنسبه للفيديوهات الجايه يا شباب ان شاء الله هيكون في فيديوهات تكسر الدنيا عن الشغل بكل تفاصيله. وبالنسبه لاخر حاجه، لو عجبك الفيديو سيب لايك كومنت، لو حاجه مهتم بيها تانية في روسيا سيب كومنت بيها، واستنى الفيديو الجاي.